السلام عليكم، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا دايما في احسن صحة وفي افضل حال. راجعه لكم النهارده بعد فترة غياب طويلة، اتمنى يا رب ان شاء الله ما عادش تتكرر تاني. وحشتوني كتير، وحشني كل الناس الحلوة اللي بتتابعني. وبشكر كل اللي سأل عليا الفترة اللي فاتت، وراجعه لكم النهارده بفيديو طلب مني الفترة اللي فاتت كتير جدا ان انا اعمل المحشي على الطريقة الفلاحي. او المحشي المصري بتاعنا، طبعا محشي يعني كرنب، ده ملك المحشي يعني. وخاصة بقى احنا داخلين على موسم الشتاء، والأكلة دي بتنزل على القلب على طول، يعني مش بتنزل في المعدة. شوية محشي كده ناعمين كده، ومن جوه مفلفلين ومعمولين بالتكات والحركات بقى اللي هي بتاعت امهاتنا زمان، وزودنا عليها كام حركة كده. خلوا المحشي ده في حتة تانية، يعني حقيقي حقيقي ده بينزل يطبطب على القلب كده. وخاصة بقى لو الجو برد وحطيتي صينية حلوة كده قدامك، انسي بقى يعني، ولا تقولي لي دايت ولا تقولي لي حاجة. هنعمله النهاردة بطريقة حلوة جدا، خفيف على المعدة يعني. بجد ان شاء الله تستمتعوا بيه جدا. هتلاقوا فيه تكات جديدة، حركات جديدة من حركاتي. هيفرق معاكم جدا في الطعم. جربوه بطريقتي، وان شاء الله ان شاء الله هتدعولي على المحشي بتاعنا. مفلفل من جوه، ناعم وجوسي من بره. تعالوا نشوفوا من اول ما اخترنا الكرومبة عملنا ايه. انا لما بختار الكرومبة بتاعتي بجيبها كاملة كده، كرومبة تكون مدورة وبيكون ورقها الاخضر موجود، ومن جوه تكون بيضة. ده اساس اختياري للكرومبة بتاعتي. ما بختارش كرومبة تكون حجمها كبير قوي علشان اعرف اتحكم فيها. الكرومباية يكون ورقها مشدود بالشكل ده كده، بخبط عليها ما تكونش مكتومة. الورقة تكون ناعمة وتكون محملة شوية، ما تكونش رقيقة في ايدي. بالشكل ده كده الورقات تكون نظيفة، مفيش فيها اي عطب، مفيش فيها اي اخرام، مفيش فيها اي حاجة كده قدامي مش مظبوطة. بيكون شكل الكرومبة اصلا وهي يعني لسه فريش كده يفتح النفس يعني. شايفين لونها الخضار الخفيف اللي جوه ده مفيش اي مشكلة خالص كده، معايا الكرومبة تمام. ما نشتريش كرومبة تقيلة وورقها هيكون كبير عشان هتزهقك طبعا في الشغل. نقطع بقى الكرومبة بتاعتنا، وهنقطعها بالطريقة التقليدية. اي طرق من اللي هي الجديدة اللي طالعة موضة دي بتهدر معاكي الورق كتير جدا، وكمان يعني مش لطيفة خالص في الشغل. احسن حاجة واسهل حاجة ان احنا هنجيب سكينة، وهنفوت على العروق بتاعة الكرومب كده من فوق. اول ما بتحددي عليها بالسكينة بتخرج معاكي بمنتهى السهولة. الورق الاخضر ده انا مش بخلي يعني بتاع الخضار في السوق ان هو يشيلهولي ويقولي انا اضاف لك الكرنب، لا انا عايزاها كده. ليه؟ هنستخدمه دلوقتي وهتشوفوا. انت مجرد ما بتفوتي على حوالين الراس كده تحددي العروق ديت، بتطلع معاكي بمنتهى السهولة. والورقة بتطلع معاكي، يا اما بتشيلي بقى العروق دي بالسكينة من الاول كده، وتنضفي الورق بتاعك قبل ما تسلقيه، يا اما بتسيبيها لبعد السلق. فدي حاجة ترجع لك كده او كده، مفيش مشكلة. اهم حاجة تحددي حوالين الراس كلها، وتبدأي ورقة ورقة كده تشوفي اللي عليها الدور، هي اللي هتطلع معاكي الاول. هيطلع معاكي بمنتهى السهولة، ومش هيتهرس منك ولا اي حاجة. نصيحة كمان نسيت اقولك عليها، لو انت جايبة الكرومبة صبحة يعني لسه طالعة من الارض فريش كده، وتلاقي عليها كده نقط ندى كده، انصحك ان انت تبيتيها لتاني يوم علشان ما تتكسرش معاكي. هتلاقيها تاني يوم الورق بتاعها بدأ يدبل شوية، هتقدري تستخدميها بسهولة. انا هنا خلصت الكرومبايه بتاعتي كلها، ولسه عندي قلب الكرومبه من جوه. ده بيبقى ورقه صغير ولافف كتير حوالين بعضه، فلو جيت اخلصه بالطريقه بتاعتنا دي هيتهرس مننا وهيتبهدل. بعمل ايه؟ بجيب حله كبيره، احط فيها ميه، احط فيها معلقه كده من الملح، معلقه من السكر، احط فيها كمان معلقه من الكمون. وطبعا ده علشان اعالج المشاكل اللي بتطلع معايا وانا بسلق الكرنب، لما يكون له ريحه مش لطيفه. وكمان في الاكل بتخفف يعني احنا عارفين طبعا إن بنقعد نتريق واكل كرنب ومش عارف ايه. لا صدقوني، لو جربتوا الطريقه بتاعتي في الكرنب النهارده مش هيأثر معاكم باي مشاكل خالص خالص، بعد الاكل ولا قبل الاكل كمان. بعصر كمان في الميه بتاعتي نص ليمونه، وبسيب الليمونه في الميه. ده بتساعدني كمان ان ورق الكرنب بتاعي بيبقى لونه حلو، والريحه اللي احنا بنشتكي منها ما بتبقاش موجوده، وبتخلي الكرنب حلو قوي. انا باخد الورق بتاعي كله على صينيه، بحط جنبي صينيه فاضيه والحله اللي فيها الميه اللي بتغلي. ببدا انزل ورق الكرنب. يعني موضوع بصوا، الناس بتشتكي ان الكرنب غلبة وبياخد وقت كتير في الشغل
هاقول لكم النهارده كده واحنا شغالين على شوية نصايح هتفرق معاكِ جدًا وتوفّر معاكِ وقت كتير جدًا، وهتلاقي المحشي ده يوم اللي أنتِ عايزة ترتاحي فيه هتلاقيه بتفكّري إن أنتِ تعملي محشي. أنا بانزل في المَيّة بتاعتي كده بعد ما تغلي معايا غلوة بشوية كده من الورق، يعني ممكن 5 أو 6 ورقات، ما تكتريش أوي بحيث إن أول ورقة ما تستويش أوي والأخيرة تكون لسه مش كتير، فبنحطهم مع بعض وبمعلقة كده باغطسهم كويس واسيبهم تقريبًا دقيقة، مش بازود عليهم لأن هُم لما باطلعهم في الصينية بعد السلق بيكملوا معايا برضه تسوية، فأنا مش عايزة الورق معايا يستوي أوي بحيث إن هو ما يزهقنيش بعد كده ويضايقني ويتقطع مني وأنا بالفه ويضايقني. فباحط مثلًا 4 أو 5 ورقات بالكتير، باضغط عليهم كده بمعلقة بحيث إن كلهم يبقوا طايلين المَيّة معايا، مجرد بس ما الورقة تدبل معايا من المَيّة السخنة، مش باسلقها، أنا مجرد ما بتدبل معايا بس كده دقيقة بالضبط وباطلعها، بتستوي هنا شوية وبتستوي فوق بعضها، لما باطلعهم فوق بعض بتكمل تسوية. أنا هنا كده خلصت الكرنباية بتاعتي تقريبا، ما عادش عندي غير القلب ده زي ما قلت لكم هعمل فيه ايه، هحطه كله ببعضه كده في الحلة. في ناس لما بتجيب كرنبة صغيرة او بتجيب قلب كرنبة بس كده من السوق او من السوبر ماركت بيبقى متوفر، بتشيل الراس بتاعت الكرنباية زي ما انا عاملة كده من النص وبتحطها كلها في الحلة. ممكن تعملي الطريقة دي بس بجد غلبة، الورق مش بيطلع كله في نفس درجة التسوية، ما حبيتش الفكرة دي خالص، بتبهدل يعني بجد متعبة. هنا كده باسيبها دقيقتين وبرضه باغطسها وباجي كده باخلص ورقة بورقة، كل الورقة ما تخلص باطلعها بالشكل ده وبتطلع معايا في منتهى السهولة. وطبعا في الاخر بتبقى عندي الوزة بتاعتي اللي بتفضل معانا في الاخر، اللي كلنا بنتشكل عليها واحنا بناكل المحشي. حاجة بخليها للاخر خالص هي الورق الاخضر اللي احنا كنا شايلينه على جنب، دي اخر حاجة بحطها في المية لان الورق ده طبعا هو اللي متعرض لظروف الجو اللي بره ومتعرض لايدين الناس بتمسكه او كده، فده بشطفه وبقوم حاطاه في الاخر خالص، بديله غلوتين 3 كده يعني بضمير شوية. وبحطه برضو في صينية لوحده، مش بحطه مع الورق الابيض اللي احنا هنعمله للاكل. نصيحة ليكي، لا انت ممكن تعملي الخطوة بتاعت الورق دي في يوم لوحدها، بحيث ان انت توفري على نفسك مجهود ان انت تشتغلي المحشي كله في يوم واحد. فاحنا ممكن نجيب الورق نعمله بالشكل ده ونجهزه من على بيات، وتاني يوم ابدأ في المحشي بتاعي او افرزه في اليوم اللي انا عايزاه. اعمل محشي، بطلع الطبق او الكمية اللي انا عايزاها من الفريزر وبيبقى عندي الورق جاهز، بيوفر عليا وقت ومجهود كبير جدا. تاني حاجة حابة انصحك بيها وانتي بتعملي محشي، ان انتي تختاري نوع الطماطم الكويس، يعني انه طماطم تكون لونها احمر وتكون مستوية كويس، ما تكونش طماطم بيضة او اللي هي الناشفة بتاعة السلطة، دي مش هتبقى معانا كويسة في المحشي. هنبدأ بقى دلوقتي نسمي الله ونبدأ الخلطة بتاعتنا الجبارة اللي بجد ريحتها هتقلب معاكي العمارة كلها. في حلة كده عندي على النار نزلت بشوية كده من الزيت وعليهم معلقة من السمنة اللي احنا عاملينها مع بعض قبل كده على القناة. السمنة دي عبارة عن دهون، اللي هي دهن بيت الكلوة بتاع البقرة، و... ومعليها سمنة عليها وش لبن، احنا عملناها مع بعض قبل كده على القناة وقلت لكم دي خطيرة جدا في الطبخ وبتديني طعم حلو قوي قوي قوي. فبضيف معلقة كبيرة كده منها، او لو عندك سمنة بلدي يفضل الاتنين مع بعض، بيدوا المحشي بتاعي غناوة كده وبيخلي طعمه دسم وحلو. احنا بنعمل محشي مش يوم بقى ان احنا ندور على دايت او حاجة، بس برغم ذلك هتلاقوه خفيف جدا. باضيف معلقة كبيرة كمان من الحاجات اللي بتساعدني جدًا وأنا باطبخ، إن أنا باكون مفرّزة توم عندي في الفريزر بيكون جاهز، باخد كده نُص معلقة كبيرة كده من التوم، بيوفّر عليَّ وقت ومجهود كبير جدًا، وأنا سبق وفرّزت معاكم التوم قبل كده والفيديو موجود كمان على القناة. بصلة المحشي أنا باجيب بصلتين كده متوسطين أو بصلة كبيرة يعني يكون حجمها حلو قوي، بقطعها كده يعني على البلانشة، مش بقطعها مش بفرمها في الكبة. بصلة المحشي لازم تكون خشنة شوية، ما ينفعش تكون بصلة مفرومة ناعم في الكبة. اول ما البصلة تبدأ يبقى لونها شفاف معايا بالشكل ده، انا مش عايزاها تتحمر، انا بس عايزاها يعني تبقى سنة ذهبي كده ولونها يغير معايا. بحط عليها حوالي معلقتين او 3 من الخضرة اللي احنا مجهزينها للمحشي بتاعنا. الخضرة دي ممكن برضو تكوني مجهزاها من قبل وعينها في الفريزر، هو يفضل طبعا تكون فريش في يوم اللي احنا نعمل فيه، ولكن لو انتي مضطرة مفيش مشكلة.
هنا بهارات المحشي اللي احنا عاملينها مع بعض قبل كده على القناة. الخلطة دي جبارة جبارة جبارة. ياريت تشوفوا الفيديو بتاع البهارات وتعملوها عندكم في برطمان، هتكفيكي طول الشتاء وهتديكي نتيجة وطعم حلو قوي. طبعا اكيد فيها كمون، اكيد فيها كزبرة ناشفة، اكيد فيها بابريكا وفلفل اسود وتوم باودر. بصراحة ما عدتش فاكرة اكتر من كده، بس انا مجهزاها معاكم على القناة. تقدروا تدخلوا تشوفوا الفيديو، هسيبه لكم تحت في رابط تحت الفيديو تشوفوها. كمان الصلصة عاملاها معاكم قبل كده على القناة، ودي الصلصة البيتي. يا جماعة بصوا، هو انا تقريبا بعمل كل حاجة في البيت يعني آه، يعني باحب أعمل خلطات البهارات بتاعتي في البيت، صلصاتي، صوصاتي. الحاجات دي يعني برّه بيبقى فيها مواد حافظة كتير وبيبقى فيها لعب، فالحاجات اللي فيها لعب جامد دي وكمان سهل إن أنا أعملها في البيت، فباعملها أحسن. الحاجات اللي أنا عملتها معاكم أو باقول لكم إن أنا عاملاها دي موجودة عندكم على القناة، تقدروا تراجعوا الفيديوهات كده وتشوفوها، إن شاء الله تستفادوا منها كتير. بالنسبة للطماطم بقى بتاعة المحشي، باعمل نُص لتر كده من الطماطم الpure. يعني بُصّوا طماطم خالص، باجيب طماطميتين في الأول، أحط عليهم ربع كوباية مَيّة واضربهم في الخلاط، بعد كده بازوّد عليهم طماطم، بحيث إن أنا الخليط بتاعي كلّه يبقى ما فيش فيه نسبة مَيّة كتير. فباضرب الطماطم تقريبًا بياخد حوالي 3/4 كيلو طماطم، باضربها كويس ومش بتتصفى. طماطم المحشي مش بتتصفى، بانزل بيها على الخلطة بتاعتي، معلقة من السكر، معلقتين من الملح، وباسيبهم بقى يتسبكوا مع بعض ويشموا الريحة التحفة بتاعتنا. على ما تتسبك باكون غسلت الرز. أنا عندي هنا كده كيلو من الرز، غسلته وصفيته بدون نقع، وبعدين باضيف عليه بقى الخضرة بتاعتي. أنا جايبة هنا ربطتين من الكزبرة، ربطة من البقدونس وربطة من الشبت. يعني الكزبرة ضعف البقدونس والشبت. باغسلهم وباقطعهم، وبعدين باخد منهم على قد ما أنا عاوزة بقى. بصلاية كبيرة أو بصلتين متوسطتين، وباحطهم في الكبة وبافرمهم هنا بقى فرم ناعم. ليه؟ هنا بقى دولة اللي هيدوني الطعم بقى بصوا، هينقلوا المحشي بتاعي. دي التكة بتاعتي بتنقل المحشي في حتة تانية خالص. بحط على البصل معلقة من البهارات، نفس البهارات اللي انا حطيتها على الصلصة. بحط معلقة من الملح، بحط معلقتين من الزيت، ودولت اللي هيخلوا المحشي بتاعك مفلفل من جوه. ومهما كان طري بقى او جوسي من بره، الرز من جوه عمره ما هيعجن منك ابدا ولا هيبقى مش لطيف. ده هيخلي المحشي بتاعك بقى في حتة تانية. ببدأ بقى اقلب كده البصل بالبهارات بالخضرة مع الرز بتاعي، تقليبة محترمة. يعني بصوا اقعدوا قلبي دقيقتين 3 لحد لما تحسي ان الرز بتاعك اتشرب تماما من الخلطة اللي احنا حاطينها عليه. بجد الحركة دي بتنقل معانا المحشي في مكان تاني خالص، بتغير. اتأكدي بقى من نسبة الخضرة بتاعتك، لو حسيتي ان هي قليلة ممكن تزودي في المرحلة دي. وقدامك لون الرز بيبقى ابيض، فبيبقى واضح معاكي كمية الخضرة مناسبة ولا مش مناسبة. فهمتوا انا قصدي ايه؟ في المرحلة دي كانت خلاص الصلصة بتاعتي اتسبكت وما عادش عندي اي حاجة، خلاص المحشي تقريبا كده خلص. شايفين بقى الصلصة لما بتتسبك بتقل تقريبا حجمها للنص، اللمعة بتاعتها بتبان. للبنات اللي لسه داخله المطبخ حجمها بيتقل معاكي، بتقطعي منها بالمعلقه كده تقريبا نشفت خالص، ما عادش فيها اي ميه خالص، واحنا اصلا مش حاطين اي ميه، تقريبا هي نص كوبايه اللي حطيتها مع الطماطم او اقل. بتتسبك على نار هاديه، اوعي تسبكي الصلصه على نار عاليه عشان تديكي طعم حلو. بسيبها بقى كده شويه وبعدين برجع لها، مش بحطها على الرز على طول. على ما اجهز بس الحله اللي احنا نحشي فيها، جبت الحله بتاعتي ودهنتها كده بشويه من الزيت، وجبت بقى الورق الاخضر اللي انا قلت لكم عليه، بحطه كده في الحله من تحت علشان يحميلي المحشي بتاعي ان هو يتحرق مني او يحصل له حاجه. دي فايدة الورق الأخضر بتاعي، إن أنا باحطه تحت في الحلة كده من تحت. في ناس بتحشيه بس أنا مش بفضله في الحشو. باضيف الورقة بتاعتي كده من تحت طبقتين، وبعدين باكون مجهزة بصلة كمان. في ناس بتطبخ المحشي من البداية بكمية بصل كبيرة جدا جدا، طبعا ده غلط وبيعمل مشاكل في الأكل. أنا البصل بتاعي باحطه على مراحل، يعني حطيت بصلة كبيرة في الأول في الصلصة، حطيت بصلة تانية في النية على المحشي، حطيت البصلة التالتة في الحلة كده من تحت. كل مرحلة من دي بتديني طعم مختلف، غير ان انا اقوم حاطة البصل كله من البداية في قلب الاكل. بينفخ بيتعب، لو حد عنده مشاكل في القولون بيضايقه جدا.
مش حابة الفكرة، جربوا ان انتوا تقسموا البصلة بتاع المحشي على الثلاث طرق دولت، هيفرقوا معاكم جدا. حطيت كمان هنا رشة من البهارات ورشة من الزيت علشان يتحمروا معايا من تحت كده وما يتحرقوش. وخلاص كده الحلة بتاعتي جاهزة بتاعت المحشي. الخلطة بتاعتي خلاص هضيف عليها الصلصة، كانت هادت شوية. بضيف بقى الصلصة بتاعتي على الرز بالشكل ده كده، وبقلب بقى الرز بتاعي كويس لحد لما تدخل فيه كل الصلصة اللي احنا عملناها، ويبقى لونه بصوا لونه على اورنج فاتح كده ذهبي، تحفة. خلطة الرز دي حابة اقولك لو انتي موظفة او عندك عزومة وحابة تجهزي المحشي من بالليل وهتولعي عليه تاني يوم، تقدري تعملي الخلطة دي وانتي مطمنة 100% ان المحشي بتاعك هيطلع زي الفل، وبصي مفلفل ومش معجن، ولا الرز هيتكسر منك ولا اي حاجة. الخلطة بتاعتي ناشفة تمام 100%. الرزاية مفيش عليها اي نسبة سوائل مش هتخليها تبوظ منك. اعمليها على ضمانتي وانتي مطمنة. شايفين الخلطة لونها تحفة وناشفة جدا وريحتها تجنن. انا كده خلصت المحشي بتاعي خلاص، مش عندي اي مرحلة تانية غير ان انا اشغل فيلم حلو او المسلسل بتاعي اللي انا متابعاه، واخد كل الحاجات بتاعتي دي كده واروح افرش في الانتريه بتاعي واقعد اتفرج على المسلسل والف المحشي. بس قبل ما اروح هوريكم انا بعمل ايه. باخد الورقة بتاعتي، انا هنا سايباها بالعرق اهي بتاعها. بجيب السكينة، بحدد منطقة العرق دي كده بشيلها، وبعد كده بحدد الصوابع بتاعتي بالسكينة زي ما انتوا شايفين كده. انا بحب الصوابع بتاعتي من متوسطة لصغيرة، يعني مش بحب صباع المحشي الكبير. لا، انا هو بيبقى شبه الايه بونبونايه كده على مرة او مرتين كتير. يعني في ناس انا شفتهم بيعملوا المحشي ده سندوتشات بجد حقيقي. فلا انا مش بحب كده خالص، هو قد 3 عقلات كده من عقلات الصباع، فبيبقى لطيف كده في الايد كده وشكله حلو وشيك، وكمان سهل كده في الاكل ولذيذ، فاهمين؟ فبقطع الورق بتاعي كله تقريبا كده مقاس واحد بسهولة خالص. بجهز مثلا ورقتين 3 او بجهز الورق كله حسب ما تحبي، وتبدأي بقى تحشي. بحشي ازاي؟ بجيب الورقة بتاعتي كده وبحط على طرفها شوية صغيرين كده من الرز. ما تكتريش خلطة الرز جوه المحشي عشان ما يبقاش الصباع منك مكتوم وما يستويش من جوه. بعد كده تبدأي تلفي كويس وبإيدك كده تساوي الصباع وتطبطبي عليه كده، لو في اي حاجة زيادة هتخرج منه بنشيلها وبنخلي صباع المحشي نضيف ما يبقاش عليه اي رز من بره، بحيث ان المحشي بتاعك يبقى جميل ونضيف ومفيش عليه رز. بقفل الصباع بتاعي بضغط سنة خفيفة وانا بلف، بحيث ان برضو الصباع ما يبقاش مهوي قوي، علشان ما يخرجش الرز منك اثناء التسوية، فيبقى برضو حلة المحشي شكلها مش حلو. بضغط ضغطتين 3 كده في الاول، وبعد كده بلف كويس وانضف الصباع بتاعي. الصوابع بتاعتي طالعة تقريبا كلها مقاس واحد، شكلها حلو قوي. ما شاء الله كده. بصوا اعملوا كده بالطريقة دي هتلاقوكوا بتخلصوا في ثواني، اصلا ما خدش مننا اي حاجة يعني. انا بلف معاكم كده شوية ورق ما خدوش مننا دقيقتين. شكلهم حلو قوي وطالعين الصوابع كده مظبوطة وكلها تقريبا مقاس واحد. هنا الورقة دي ما كانتش مظبوطة، باخد الطرف اللي هو شبه المثلث ده بدخله لجوه وبرضو بلف الصباع بتاعي، وبتطلع الصوابع بتاعتي كلها مقاس واحد وشكل واحد ومظبوطة، وايد واحدة اللي بتلف المحشي علشان ما تطلعش منك الحلة حاجات مستوية وحاجات لا. فنصيحة فنصيحة لو في حد هيساعدك في المحشي، ممكن حد يقطع لك الورق، ممكن حد يعمل لك حاجة تانية، بس ايد واحدة بس اللي تلف علشان المحشي يطلع معاكي مظبوط. هنا بوريكم بقى في الحلة ان انا برص المحشي بتاعي ازاي. باجي اول مثلا رصة بعملها بالطول بالشكل ده كده، اجي تاني رصة اعكس الترتيب، يعني هاجي بالعرض ان صوابع المحشي ما تبقاش طالعه كلها فوق بعضها مكتومه، ما فيش مسافه بين الصباع والتاني. لما باجي احط الميه او المرقه بتاعتي ما بتقدرش توصل لتحت، ففي ناس بتشتكي ان المحشي بيستوي من فوق ومن تحت لا، او من النص لا. فهي الفكره كلها في رصه الحله بتاعه المحشي. هتعملي كل دور عكس التاني، يعني انا هنا مشيت كده بالطول، هنا همشي بالعرض كده عكس الورق. شوفوا كل دور بعكس، يعني انا مشيت هنا برضو بالشكل ده. اعذروني بقى انا قاعده على الانتريه وقاعده في الصاله فيعني انا
قناتي مش احترافية قوي، ولكن انا بحاول اشارككم افكار من او كربة بيت قاعدة في بيتها، وبحاول اوصل لكم فكرة ممكن حد يستفاد منها ان شاء الله ويدعي لي دعوة حلوة. انا هنا ده شكل المحشي بتاعي بعد ما رصيته تمام. بجيب بقى طبق كده يكون تقيل كده شويه، طبق صيني، بحطه كده على وش المحشي، وبكون غليت المرقه بتاعتي. برضو المرقه دي موجوده عندي في الفريزر، اي مره بطبخ فيها حاجه بمرقه ما برميش الشوربه بتاعتي اللي بتفيض من الاكل ابدا، بحطها في كيس في الفريزر. ولما بكون بعمل مثلا محشي، بعمل بشاميل، عايزه اعمل شوربه في اي وقت، بطلع الشوربه من الفريزر وبعيد استخدامها تاني، بتبقى حلوه قوي. انا هنا مستخدمة 4 كوبايات رز، حطيت 4 كوبايات من المرقة. اظبطي نفسك في المحشي على كده، على قد معيار الرز بتاعك. وبعد ما بحط الشوربة ببدأ اهز كده كويس الحلة بتاعتي، اتأكد ان الشوربة بتاعتي دخلت في كل طبقات المحشي اللي عندي، وبقت كده معايا تمام. برجع ارجع الطبق تاني مكانه علشان الوش بتاعي ما يتبهدلش. في العادي انا بحط ورقة من الورق الاخضر برضو على الوش، وببدأ اسوي المحشي، ولكن انا حبيت النهاردة اسيبه قدامكم كده عشان تشوفوه وهو بيستوي. ما شاء الله مفيش حاجة ولا رزاية خرجت منه، المحشي بيستوي وهو نضيف. بهدي عليه النار اول ما يشرب المية بتاعته شوية، وبعدين بسيبه بقى. بصوا، ده ميزة المحشي الفلاحي بقى، سيبي ساعتين، ساعتين ونص، 3 ساعات على نار هادية خالص خالص، على قد ما تقدري. كل ما تسيبيه اكتر كل ما هيبقى احلى معاكي اكتر. المحشي بتاعنا شايفين هو نازل من الحلة، مفلفل، كل حباية بخصم اختها زي ما احنا بنقول. لونه يجنن، ريحته تهبل. طعمه كان حلو قوي 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 بجد، استمتعت جدا، وكل البيت عندي كان فرحان قوي قوي بالمحشي ده يومها، لان اول مرة نعمله السنة دي، فكان له كده اقبال خاص. زي ما قلت لكم، ده نازل يطبطب على القلب وهو سخن كده، ناعم من بره، مفلفل من جوه، شطته وملحه تمام، الدنيا مظبوطه. البصل اللي تحت والطبقه الاخيره دي كلنا بنتشكل عليها، شايفين محمره ازاي وطالعه حلوه. لونه كان حلو قوي، طعمه احلى. فتخيلي بقى ان انتي الصلصه بتاعتك جاهزه، الخضره بتاعتك جاهزه في الفريزر، الورق بتاعك معمول ومجهز في الفريزر من قبل كده. التوم بتاعك انتي عامله اصلا توم للطبخ ومجهزاه في الفريزر. كل الحاجات دي بتبقى عندك في الفريزر، بتسهل عليكي جدا، مش بس في المحشي، في اي طبخه بتحبي تعمليها او مستعجله. اتمنى تجربوا كل التكات اللي انا قلت لكم عليها. آه ان شاء الله يكون النهارده قدمت لكم حاجه جديده او فكره جديده تكون مش بتعملوها، ولو بتعملوا بنفس طريقتي اكتبوا لي في التعليقات. اتمنى اللي كان طالبين مني المحشي يكونوا دلوقتي مبسوطين، ويكونوا شافوا الفيديو بتاعي وشافوا طريقتي في المحشي، واتمنى تعملوه تاكلوه بألف هنا. سلام.